السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس آخر من دروس اللغة الفرنسية بالدرجة المغربية. اليوم غنهضروا على l'accord de l'adjectif، مطابقة الصفة. L'adjectif s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'il qualifie. يعني تتبع الصفة الاسم الموصوف بالنوع، التذكير والتأنيث، وبالعدد الإفراد والجمع. الصفة هي يعني واحد صفة كنطلقوها على شخص. مثلا تنقول الصبي طويل، لو غارسون اي غران. البنت طويلة، لا في اي غراند. الصبيان طويلون، لي غارسون سون غران. البنات طويلات، لي في سون غراند. شنو كنلاحظوا الفرق هنا؟ لو غارسون اي غران، لو غارسون سي ان ماسكولين سينغولي، درنا معها adjectif masculin singulier. La fille un nom féminin singulier، درنا معها adjectif féminin singulier. Les garçons nom masculin pluriel، درنا معها adjectif masculin pluriel. Les filles un nom féminin pluriel، درنا معها adjectif féminin pluriel. دائما مع درس l'accord de l'adjectif، مطابقة الصفة. pour faire l'accord de l'adjectif on a 3 cas، عندنا 3 الحالات لمطابقة الصفة. هناك 3 حالات: adjectif féminin égal adjectif masculin plus e. مثلا عندنا masculin هنا féminin. مثلا لا قلنا grand باش تولي petit بالنسبة للماسكولين كتولي petite في الفيمينا، يعني كنزيدو e. grand كتولي grande، petit هو صغير، grand وكبير. important مهم كتولي importante مهمة. joli جميل كتولي جولي جميلة. poli مؤدب، poli avec e مؤدبة. Rami est petit، Rima est petite. Adjectif féminin égale adjectif masculin. Si l'adjectif avec le masculin se termine par e، إلا لقيتو شي صفة في الفرنسي كتنتهي ب e، l'adjectif avec le féminin ne change pas. راه ما عمركم تغيروا l'adjectif مع الفيمينا. إلا لقيتو الصفة كتنتهي ب e ما تبدلوهاش. بحال مثلا تقول رجل مريض، ان homme malade. كتقول أيضا امرأة مريضة، une femme malade. هاد malade ما تبدلاتش حيت l'adjectif كتنتهي ب e. إلا كتنتهي ب e الصفة ما كتبدلش، بحال فيمينا بحال ماسكولين. تسنوني في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله.